لما بنلاقي حاجه غلط كبيره لازم نتكلم فيها. مره تانية، عقد كولر اللي ابرمه علامات استفهام، وما ينفعش يقول ان امير هو اللي ابرم وان خالد مرتجي هو اللي قابل وان الشؤون القانونيه هي اللي صدقت وان المترجم هو اللي غلط. هذا كلام لب 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 بلا 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 بلا. هذا هو الامر يعني. لابد ان يكون هناك تحقيق. ان انت تكلف خزينه النادي الاهلي رقم خيالي، بتتكلم في 14 شهر كامله هياخدها كولر، بالرغم ان اتخن عقد بيتعمل فيك يا مصر او في اي دوله بيبقى الشرط الجزائي شهرين او 3، انت مديله 14 شهر. طبعا بتديله شهر بشهر وشهر يجر شهر وشهر يجر شهر. هو الراجل طبعا قاعد في بيته بيقبض كل شهر، وانت على امل ان هو يتعاقد مع نادي اخر، فاول ما يتعاقد يتفسخ عقده طبيعي، فبالتالي ما تبقاش ملتزم بالفلوس. لا يا حبيبي، هو قاعد في بيته بيشرب فنجان القهوه الصبحيه وياخد الانجليش كيك بعد الظهريه مع الشاي، وبيقبض الدولارات اللي قد كده من جيب حضراتنا. هذا هو الامر. فما ينفعش ابدا 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 ان الموضوع ده يعدي كده على يعني تحت مبدأ يعني ان الله قد انعم علينا بنعمة النسيان. انا اتحدث مع المسؤولين في الدولة. هذا هو الامر يعني.